بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى النهارده كنا عند مين؟ كنت عند اختي بنخبز عليها زي ما انتم شايفين كده. آه، عامله صينيه عيش زي ما انتم شايفين كده. جبنا بقى المكنه والطبليه والعيش اهوت العجين بعد ما قرصته. هنعمل بقى العيش زي ما انتم شايفين كده، بنبططه كده زي ما انتم شايفين كده على الطبليه كده، بس عشان هي هتغلى بقى لسه جديده فبيبقى خمر بسرعه. فبنجيب بقى دقيق اهوت وبنخبز كده ونحط رده اهوت، بنفرده بقى كده. زي ما انتم شايفين انا اللي ببطط اهوت، بنفرده كده على الطبليه وبعدين ايه بنحطه بقى على المكنه بندور المكنه اهوت. شايفين كده بنعمل بقى كميه كده بنبططها وبعدين بنعمله بقى ونفرده، نعمله في المكنه بنفرده على الطبليه ونحطه بقى في الفرن، مولعين الفرن من بدري يعني مسخنين الفرن، فرن حامي اهوت. هو خمر عشان كده بقى تلاقيه خمر وسايب كده اهوت. بنشيل بقى الرغيف برغيف اهوت اللي احنا مقرصينه اهوت، بنبططه بقى كده بدقيق ونحط رده بقى تحت الطبليه كده ونفرده. قلت اصور لكم النهارده بقى واحنا بنخبز العيش. دي غله جديده اهيت انتوا شايفين كده. خبزنا بقى كميه ديت وبعدين بنجرها بقى على المكنه، بنسحبها كده على بعد كده بقى بنسحبه على المكنه، وبعد ما نسحبه على المكنه كده بننزله كده نفرده كمان عشان الشقه تبقى عريضه اهوت. نفرده على الصينيه وبنحطه في الفرن. هنعمل بقى واحده تانية اهيت بنفردها برضو اهوت على المكنه، بنجرها على المكنه وبعدين نفردها شويه على الطبليه ونفردها في المطرحه ونحطها في الفرن اهو. طلعت بالنتيجه دي معانا اهيت شقه اهيت. بنحطها بقى في الفرن اهوت. حاطين 3 شقق اهمت جنب بعض. الفرن كبير بتاع اختي، فرنها كبير واسع بياخد يجي 5 شقق مع بعض اهوت. اختي بقى قاعده قدام الفرن وانا ببطط لها وبجر لها على المكنه وتحطه بقى في الفرن اهيت اهوت. العيش البلدي احسن من العيش اللي هو بتاع البطاقه دي العيش بتاعها مبيبقاش حلو. العيش المخبوز بيبقى جميل وحاجه نضيفه انت عاملاها على ايدك في البيت، احسن من العيش اللي بيجي بالبطايق ده، ما عادش حلو زي الاول. فالناس بقى تجيب غله لان العيش بتاع البطايق ما عادش حلو والله اهوت. حاجه نضيفه وانت عاملاها على ايدك احسن من العيش اللي معمول في الفرن دوت اللي هو بتاع البطايق اهوت. نعمل بقى كميه كمان ونجرها بقى في المكنه اهوت. العيش طلع معانا بالنتيجه دي اهي، وش احمر وجميل وطري، عيش طري. بشكر بقى كل اللي دخل جديد في قناتي. عجبكم الفيديو النهارده؟ عجبكم العيش اللي احنا خبزينه النهارده بقى يا حبايبي؟ ما تنسوناش باللايكات والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديو الجديد اللي انا بعمله اهوت. انا اللي ببطط اهوت زي ما انتم شايفين كده. بنفرد بقى الرغيف كده اهوت. بتحط دقيق عشان يبقى ماشي معاكي اهوت. العيش خمر قوي فلزق في بعضه، فاحنا بنفكه بقى من بعض اهوت لانه لزق في بعضه. العيش خمر قوي اهوت. بعد ما نبططه بقى بنفرده بقى على المكنه وبنحطه في الفرن. عيش ابيض وجميل. انا قلت اوريكم العيش البلدي الطازه كده بتاع الفلاحين، لان اختي يعني عيلتهم فلاحين وبيحبوش اللي يخبزوا على طول، بيحبوا العيش المخبوز، بيحبوش العيش اللي هو بتاع البطايق ده. متعودين على العيش ده اصلا، مش احسن من العيش البلدي الطازه ده
عجبكم بقى الفيديو؟ ياريت ما تنسوناش باللايكات والشير، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل اشعار الفيديو الجديد اللي انا بعمله. نعمل بقى الكميه كمان اهوت، نجرها بقى على المكنه، نسحبها على المكنه اهوت. بقى نسحبها على المكنه بقى، بندخلها الفرن، نحطها على المطرحه بقى ونحطها في الفرن اهوت. بس اختي بقى بتحب ايه بعد ما تجيبها من تجرها على المكنه تفردها كده كمان عشان الشقه تبقى عريضه اهيت، وتحطها بقى في الفرن اهيت. مولعه الفرن محمياه اهوت عشان من قبلها يعني. تحط بقى الشقتين جنب بعض 3، ممكن تحط 4 كمان و5. فرنها واسع وكبير، بياخد عدد كبير يعني من الشقق اهوت. احمر وش احمر اهوت، بتطلعه اهوت، بتحط بقى بداله. انا كنت عندها بقى بساعدها النهارده ببطط معاها، قلت اصورلكوا الفيديو. عجبكم بقى العيش النهارده والفيديو بتاعنا؟ متنسوناش باللايك يا جماعه، اهم حاجه اللايكات عشان هي اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. والعيال بقى عملت للاولاد بقى ابابير بقى بسكر، اولادي بقى اولادها وابنها بقى واولادي، عملت لهم بقى ابابير بسكر وسمنه. بيحبوا الابابير بسكر ديت، وحطيت لهم عليها سمنه بقى وحطيتهم في الفرن. كان يوم حلو بقى، قلت اصور لكم اليوم ده واحنا مع بعض كده وبنخبز عند اختي مع اختي يعني. عجبكم بقى الفيديو؟ متنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. فات الفيديو يعجبكم نحط رده كده تحت الرغيف واحنا بنخبزه عشان ما يلزقش كده منك يعني. لو حبيتوا يعني تجيبوا غله بقى وتعملهم تطحنوها بقى وتخبزهم. فقلت لكم تشوفوا بقى طريقه الخبيز بقى وكده اهوت. جر على المكنه اهوت، وازاي تعجني بقى. نسيت اصور لكم بقى واحنا هي بتعجن، صورتكم بعد ما قرصت يعني. اعمل لكم فيديو بقى وهي بتعجن في مره تانية عشان تعرفوا طريقه العجن ازاي للي مش عارفين اهوت. انا اللي بخبز، انا بعرف اخبز يعني اهوت. تخبزي الرغيف كده، تفرديه كده وبعدين نحطه على المكنه بقى ونسحبه على المكنه على المطرحه وندخله الفرن اهوت. كده اكون عملت معاكم الفيديو النهارده، فيديو الخبيز. خبيز العيش البلدي اهوت. جريناه على المكنه اهو، ندخله بقى الفرن. طلع معانا بقى العيش بالنتيجه دي. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.